سلطة الدقوس. سلطة كده من الأكلات الخليجية شوية، بنحب نعملها جنب المندي والرز البخاري والكبسات والحاجات دي. فالنهاردة هنعملها بطريقة سهلة وسريعة جدا. عشان نعمل الوصفة الحلوة ديت محتاجين 3 حبة طماطم، وعندي حزمة من البقدونس والكزبرة، عندي 6 قرون فلفل اخضر حراق وبارد، او لو حابة تستخدمي الرومي بيبقى لذيذ جدا، وعندي 2 ليمون، حبيتين ليمون، وكمان معايا 2 فص ثوم مهروس. تمام، مهروس كده بمعلقة كمون صغيرة، وكمان يفضل تحطيه صحيح. تمام، المتوفر عندك برضو اشتغلي بيه عادي. عندي الملح، وعندي كوباية من الخل. مقاديرنا بسيطة وسهلة: طماطم، بقدونس، كزبرة، فلفل، ليمون، خل وملح وثوم. هنشتغل في الكبة بطريقة سهلة وسريعة جدا. هنجيب تمام، هنبتدي ان احنا نقطع الخضروات بتاعتنا بمنتهى السهولة. بس الكبة كده نحاول نقطعها يعني تقطيعة صغيرة شوية. هو كل ده هيتفرم طبعا، بس احنا بنساعد المفرمة يعني. بتتقدم طبعا زي ما قلتلك مع المندي والبرياني، وكمان في رز اسمه رز بخاري، بتبقى لذيذة قوي. ناخد البقدونس بتاعنا بالشكل ده، ونقطعه بس نصين كده، ونحطه في المفرمة. تمام، عندي كمان كوباية من الخل، عندي معلقة من الثوم اهوت، ثوم مهروس بمعلقة كمون كده صغيرة. هحط معلقة يعني نص معلقة صغيرة كده من الملح، والملح هنا حسب رغبتك، لو تزوديه او تقلليه براحتك جدا. تمام، فاضل اخر حاجة الليمون. هاخد عصير ليمونة كبيرة، من الصلصات اللذيذة جدا، وبتدي الاكل كده تطعيمة هايلة جدا، ومش مكلفة خالص، وسريعة واقتصادية، ومكوناتها بتبقى في المطبخ وقدام عينينا على طول، ففي اي وقت كده نعملها. عصير الليمون كمان لما بتكتريه شوية في الوصفة دي بيدي التطعيمة اللي هي المزازة شوية فيها، فبتبقى مركزة كده وطعمها رهيب خالص. هبتدي ان انا اقفل الكبة كده. تمام، ونشغل الكبة. انا بتن اضرب في الخليط لحد ما الاقي القوام بتاعه ولا تقيل جدا ولا خفيف جدا، بمعنى ان هو لازما يبقى فيه القطع اللي احنا بنلاقيها في الصلصة. تمام، فهضربها ضربتين 3 كده ونشوف قوامها. بقى عامل ازاي اهوت. لسه محتاجة كمان شوية، نحاول ان احنا ننعمها شوية عن كده. هي كده ناعمة بس مش ناعمة كتير. تمام، محتاجة كمان ضربتين.
يعني تخلي قوامها انعم من كده، بتبقى لذيذة. تمام، بس انا شايفاها ان هي كده يعني تمام جدا. والقوام طبعا يرجع لك، لو تحب ان انتي تنعميها اكتر بتبقى بتتقدم طبعا مع الاكلات الخليجية، بتبقى جميلة قوي. شايفين القوام؟ يعني يعني ولا رفيعة جدا ولا تخينة جدا الخضروات اللي جواها. تمام، نضرب كده بالكبة، او لو حابة تشتغلي في الخلاط بتبقى في منتهى الجمال. اهيت السمك المشوي، الخلطة ديت بتبقى رهيبة. مش بس بتنفع مع الاكلات اللي هي الخليجية بس، تنفع كمان مع الاكلات المصرية بتاعتنا كمان. عملناها بخطوات سهلة، ومش هتاخد معاكي 3 دقايق بس وانتي بتحضريها.